السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا بصحه مزيانه. غادي نشارك معكم البنات واحد البطيبيطات صغار بواحد العماره اللي بارده، ما فيهاش مقادير بزاف. بالنسبه للمقادير، هنايا عندي شويه ديال الخس مقطع، وعندي مطيشه اللي منقياها ومحيده لها الزرعه قطعتها مربعات، عندي الزيتون قطعته دوائر، وعندي هنايا الطون، عندي شويه ديال الكاشير اللي قطعته هو مربعات، هنا عندي صوص الجيريان. نتوما تقدروا ديروا اي صوص، تقدروا ديروا غير المايونيز، ما كاينش مشكل. المهم الصوص اللي كيعجبكم وكترتاحوا فيه اللي عندكم متوفر هو اللي غادي دهنوا به. هنايا عندي بطبوط البنات، ما شاركتش معكم الطريقه ديال العجن، يعني العجينه عاديه ديال البطبوط، ما فيها حتى شي حاجه، فيها الفورص والقمح، فيها الخميره، عادي العجينه. صافي كناخذ البطبوطه وكندهنها بالصوص، يعني كندهنها شويه بالصوص كيف ما قلت لكم. تقدروا اي صوص تدهنوا به، يعني لما متوفرش عندكم هذا تقدروا تدهنوا باي صوص، دهنوا بالمايونيز، خلطوا مايونيز والكيتشوب ودهنوا بيهم، يعني ما كاينش مشكل. صافي هنايا كناخذ شويه ديال المطيشه. هنا مطيشه البنات ما تقطعوها، ضروري هادشي ديروه فواحد الشبيكه حتى تسقطر من الماء باش ما يفزكش لكم الخبز. صافي هكا غادي ندير شويه من الحاجه، ندير شويه مطيشه، شويه الخس، شويه ديال الزيتون، وغادي ندير شويه ديال الكاشير وشويه ديال الطون. غادا نبقاو مستمره هكا حتى نكمل البطيبيطات كاملين. كيف ما قلت لكم البنات، نتوما تقدروا تعمروا باي اي عماره يعني عجباتكم، تقدروا تعمروا بها. المهم انا عمرت بهادشي، اكتفيت بهادشي. ولكن صراحه البنات، يعني هاد الحشوه اقتصاديه وكتجي، يعني صراحه كتجي يعني زوينه. صافي غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل كلشي. هنا مازال كنعمر البنات، قلت لكم دهنوا يعني بطيبيطه كدهنوها وكتبداو كتعمروا. كديروا شويه الخس، شويه مطيشه، شويه الزيتون، كديروا شويه ديال الطون، وكديروا شويه ديال الكاشير. تقدروا تزيدوا البصله، انا البصله ما كيبغيوهاش ليا ولادي. تقدروا تزيدوا البيض مسلوق، المهم اللي بغيتو تزيدوا. انا اكتفيت غير بهاد العماره. صافي ومن بعد كندير شويه ديال الطون، وكندير شويه ديال الكاشير، وكنستف. هنايا البنات استفت ديك الخبيزات ديالي في التبصيل، جاو على هاد الشكل صراحه. يعني جات ديك العماره جات زوينه مع داك الصوص، عطاها واحد المذاق اللي زوين. نتمنى ان شاء الله نجربوها البنات وينال الاعجاب ديالكم. صراحه يعني هاد العماره راه جات زوينه. صافي البنات، هنايا من بعد ما عمرت وحطيته، هنا غادي ندوز البنات، غادي نشارك معكم واحد المركز ديال الحامض. بالنسبه للمقادير، هنايا عندي 2 كيلو ديال الحامض. عندي 2 كيلو هنايا ديال الحامض اللي غسلته مزيان ونشفته، وعندي كيلو ديال سنيده. يعني 2 كيلو ديال الحامض كنديروا ليهم كيلو ديال سنيده، يلا كتجي مزيانه. يعني 2 كيلو ديال الحامض كنديروا ليهم 2 كيلو قلنا ديال سنيده. صافي هنايا غادي ناخذ البول، وغادي ناخذ هاد الحكاكه، غادي نحك في هذيك القشره. كنحاول نحك ولكن ما كنوصلش القشره البيضاء، كنحك غير ديك القشره الصفراء من الفوق. صافي والبيضه ما كنوصلش لها، يعني كيف ما شفتوا راني كنحك وكنقلب لنعود نوصل لها باش ما تعطيناش المروره. كنحكوا غير ديك القشره الفوقانيه الصفراء، يعني هي اللي غرضنا بها. والبيضه ما كنقيسوها كيف ما شفتوا، انا ما قاستش كاع البيضه بتاتا، يعني كنحك غير الصفراء من الفوق. صافي والبيضه كنخليها يعني هكاك، يعني غير الصفراء هي اللي كنحتاجو. الا درتو، الا تحك لكم حتى البيضه البنات، راه يجيكم العصير ديالكم مر. انا صافي كنبقى مستمره كنحك في داك الحامض حتى غادي نكملو كامل في الحكان. صافي كيف ما شفتوا هنايا حكيت، يعني صافي كملت هنايا في
في داك الحكان، يعني بقاو لي غير شي وحدينات هنايا نحكهم، يعني راه تقريبا كملت، يعني بقاو شي وحدينات قلالات اللي كنحك فيهم. قلت لكم ما توصلوش البنات القشره البيضاء، تحكوا غير الصفراء بوحديتها، يعني البيضه حاولوا ما تقيسوهاش باش ما يجيش العصير. مره راني قلتها وعاودتها، يعني ما تقيسوش القشره البيضاء، نحكوا غير القشره الصفراء من الفوق، يعني كنحكوا غير بشويه باش ما كتحكش لينا ديك سميتها، باش ما كتحكش لينا ديك البيضه معنا. صافي كنبقى مستمره نكمل الحكان كامل. هنا صافي يقول راه كملت، يعني ما بقاش ليا الحامض بزاف اللي غادي نحك. صافي غادي ناخذ داك الحامض تنقسمو على جوج. وهنا راه كنبدا نعصر فيه، هنا كيف ما شفتوا يعني اللي بديت كنعصر. صافي هنا يعني حكيته كامل وبديت كنعصر، ضروري تعصروه. صافي غادي نبقى مستمره حتى كنكمل داك الحامض كله في العصير. هنا البنات خديت البول ودرت خويت فيه داك كيلو ديال السنيده، درت فيه ديك القشره اللي حكيت فيه، القشره هي الاولى، ضفت لها ديك السنيده، قلنا الكيلو ديال السنيده، وكنبقى نعصر الحامض وكنكب، كنعصر الحامض وكنكب فوق من ديك القشره وديك السنيده حتى كنكمل. صافي كيف ما شفتوا هنا البنات داكشي اللي بقى ليا راني عصرته، وغادي نزيد نكبو فوق من سنيده. قلنا في هذا البول فيه سنيده وفيه العصير ديال الحامض وفيه القشره اللي حكيت، يعني بثلاثه كنخلطهم. صافي وكناخذ واحد المعلقه خشبيه ديال العود وكنخلط بها، كنحاول نخلط بها مزيان، يعني كنخلط بها باش داك القشره وداك السنيده كتذوب، وديك القشره حتى هي كتعطي النكهه حتى هي ديال الحامض، وكيجي هذا غيجي مركز ديال الحامض، يعني نقدروا نستعملوا هذا في اي حاجه. صافي انا غادي نغطي عليه هنايا وغادي نخليه ليله كامله، ولا درتوه في الصباح تقدروا تبقاو النهار كامل نتوما كتحركوا. المهم انا ما حدي باقا فايقه نبقى ندور وكنحرك حتى نبغي نعس، والصباح ثاني نعاود نحركو، عاد كنديرو في شي سوبير نديرو في الثلاجه. هنا البنات كيكون عندكم مركز ديال الحامض هذا البنات، واخا ملي غنصفيه، ملي غادي تذوب ديك السنيده غادي نصفيه، غادي ناخذ غير الماء ديالو كنديرو في شي بواطه صافي، وكنحتفظ به في الثلاجه. هنا البنات راه ما كيجمدش، كيبقى يعني هكا كيتهز بالمعلقه، كيجي قاصح ولكن ما عاقدش بزاف، كيتهز بالمعلقه. يمكن لكم اي عصير درتوه تقدروا تضيفوا ليه، باش تزيدوا العصير ديال الحامض، ولا تقدروا كتاخذوا قياس وتزيدوا ليه الماء، ولا خاص السكر كتزيدوا ليه السكر. صافي كيكون عندكم هنا كتحصلوا على واحد المركز ديال الحامض صراحه اللي كيجي زوين البنات، وكينفع في هذا كينفع يعني في هذا رمضان وفي الصيف، يعني كيجي صراحه منعش. صافي كما شفتوا هنايا راني خديت صفاي وصافي غادي نصفيه، يعني قلت لكم غرضي غير بداك الماء، القشره ما كنحتاجش انا. القشره شنو كندير لها، كناخذها كنصفيها من داك العصير، كنديرها في واحد البواطه صغيره وكنديرها في الثلاجه. كنبغي ندير شي حاجه فيها النكهه ديال الحامض كنضيف لها شويه ديال القشر، مثلا كيكه ولا شي حاجه اللي غنكها بالحامض كنضيف ليها القشور. هنا صافي البنات كما شفتوا كنصفي وغادي نديرو في ديك البواطه. هاد البواطه كنديرها في الفريغو وكنحتفظ بها، قلت لكم راه كيبقى يعني هذا يبقى لكم العام كامل، ما كيخسر ما يطرى فيه حتى شي حاجه. صافي كنسد هذيك البواطه البنات وكنحتفظ بها في الثلاجه. هنا شوفوا هنا مازال كنعصر في داك الحامض باش كيطلق لي داك الزيت ديالو. هنا يعني هذا راه كيجي مركز ديال الحامض، وكيجي صراحه البنات كيجي اقتصادي وكيجي زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوا الطيبيطات وتجربوا المركز ديال العصير، وين الاعجاب ديالكم. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.